فندق كان عليه إثارة جدل كبيرة ما بين محبين ومنتقدين. الفندق ده اتحول بالكامل بعد ما أخدته مجموعة سان رايز الغنية طبعا عن التعريف. في الفيديو ده هنعرف هل فعلا المستوى اختلف وإيه اللي اتغير، فخليكم معايا للآخر علشان تعرفوا كل حاجة. بس قبل ما نبدأ وزي ما متعودين واللي لسه أول مرة يشوفني، أنا شروق بقدم محتوى عن السياحة والسفر جوه مصر وبره مصر والفنادق وأهم مميزاتها وعيوبها وأهم أماكن الخروج والفسح. فلو عايزين تسألوا أي سؤال اكتبوا تحت في التعليقات وأنا هرد عليكم. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا جديدنا أول بأول. ويلا بينا نبدأ. الفندق اللي هنتكلم عنه النهاردة هو فندق سان رايز وجاردن. وبما ان في اسئلة كتير قوي جات لنا عنه والناس عايزة تعرف ايه اللي حصل، هل الفندق مستواه اختلف او بقى وضعه ايه دلوقتي، فقررنا ان احنا نعمل فيديو نتكلم فيه عن سان رايز وجاردن بعد لما اخدوه من هاواي، وازاي هو اختلف والمستوى اختلفت والخدمة والاكل وكل حاجة اختلفت في الفندق. فخلينا نتكلم ونشوف الفندق ايه اللي اتغير فيه. سان رايز لوجاردن مكانه في الأحياء صف أول على البحر، البيتش بتاعه صخري، ودي طبعا كانت أكتر حاجة بتضايق الناس وبيشوفوه عيب. سان رايز لما أخدوه بقى فيه اهتمام وبيحاولوا إن هما يشيلوا الزلط والصخر اللي موجود ويخلوا البيتش ممهد أكتر للنزول. بس طبعا وانتوا رايحين برضو ياريت تاخدوا شوز بحر معاكوا، هيساعدكوا أكتر في النزول وهيسهل عليكوا الموضوع جدا. ده غير طبعا ان في مارينا ممتدة في البحر من جوه، بتروحوا بقى تنزلوا منها تعملوا سنوركلينج او دايفنج زي ما انتوا حابين. خلينا بقى نوضح اكتر عن الفندق ونقول كل حاجة خاصة بيه. الفندق كمساحة مساحته معقولة، مش كبير قوي ومش صغير طبعا خالص، المساحة معقولة، الفندق ملموم كده تعرفوا ان انتوا تروحوا كل مكان فيه بسهولة. كمان الأكوا بارك بتاع الفندق مميزة جدا وكبيرة ومتنوعة، مناسبة طبعا للكبار والأطفال. في أكتر من بول وطبعا مستوى النظافة فيهم كويس جدا. عموما سواء نظافة خدمة اهتمام كل حاجة مع سان رايز ممتازة جدا، وهتحسوا بفرق واضح في المستوى يعني هتلاقوا المستوى اختلف تماما. بالنسبة الغرف مش كبيرة قوي بس مساحتها معقولة ونظيفة جدا. الغرف مجهزة بالكامل، فيها طبعا شاشة ومكيفة وفيها ميني بار وكاتل ومشروبات. كمان التويلت هناك مجهز فيه كل حاجة ممكن تحتاجوها، فهتلاقوا كل حاجة في الغرفة. كمان لو في أي حاجة ناقصة أو حاجة محتاجينها ممكن تطلبوا من الهاوس كيبنج، بيعمل لكم كل حاجة انتوا عايزينها. بالنسبة بقى الأكل مستواه طبعا اختلف تماما. جودة الأكل التنوع هيعجبكم جدا جدا. بالنسبة للمطاعم في مطعم رئيسي و3 مطاعم ألاكارت، شرقي ومطعم يوناني ومطعم مكسيكي. طبعا المطاعم الألاكارت بتحجزوها من خلال الريسبشن، لما بتوصلوا الفندق وتأكدوا الحجز تقدروا ان انتوا تبلغوا الريسبشن بالمطعم اللي انتوا عايزين تتعشوا فيه، بتحددوه من خلال الريسبشن. في طبعا اكتر من بار متوفر على البول وعلى البيتش وفي اللوبي، فالبارات هناك شغالة طول اليوم، والسناكس طبعا تقدروا تاخدوها على البول او على البيتش. كمان الناس اللي شغالين هناك فريندلي جدا، يعني اسلوبهم كويس جدا وخدومين يعني في خدمتكم دايما. اي طلب بتطلبوه بيوفروه ليكوا على طول، فالخدمة هناك ممتازة جدا. الانيميشن كمان هناك لذيذ جدا وبيعمل فقرات حلوة قوي. كمان في حفلات يوميا بعد العشاء، فالفايبس بتاع الفندق برضو حلوة جدا. عموما انتوا هتحسوا اللي كان بيروح والفندق هواي لما يروحوا بقى تاني وهو بقى سان رايز هتحسوا باختلاف حصل واختلاف كبير. الناس اللي كانت منتقداه وهو هواي هيعجبكم اكيد لما بقى سان رايز. عايزة بقى اقول حاجة مهمة جدا كمان. الناس الوقت بيجي اسئله كتير قوي، الناس قلقانه عايزه تلغي رحلاتها، عايزه تلغي حجز الفنادق، مش عايزه تروح اي مكان، خايفه من الاوضاع اللي حاصله. يا جماعه اطمنوا جدا، مصر امنه مؤمنه، مفيش اي قلق خالص. كل الامور ماشيه طبيعي جدا. الرحلات عندنا ماشيه بمستواها الطبيعي، وبالعكس في كمان يعني نسبه السياحه مرتفعه في اعلى معدلاتها.
فما تقلقوش خالص بالنسبة دي، روحوا وصيفوا واتبسطوا وما تلغوش اي حجز خالص، مفيش اي حاجة تستاهل القلق، احنا هنا في امان، ما تقلقوش خالص. نرجع بقى لكلامنا عن الفندق تاني. بالنسبة لنظام الإقامة طبعا موجود في إقامة كاملة، فطار غدا عشاء سناكس مشروبات. بالنسبة لسياسة الأطفال، طفلين، طفل أقل من 12 سنة وطفل أقل من 6 سنين. بالنسبة بقى للحجز، الحجز من خلال مواقع الحجز أو من خلال الفندق دايركت أو من خلال شركات السياحة. وطبعا الفندق برضو متوفر مع أغلب شركات السياحة، هتلاقوه متوفر معاهم. حاولوا بس وانتوا بتختاروا شركة السياحة تكون شركة مضمونة ليها مقر على أرض الواقع، مرخصة، في ريفيوهات كتير وناس كتير اتعاملت معاها. ما تتسرعوش وتحجزوا مع أي حد، لأن في صفحات كتير جدا منتشرة وبتاخد الفلوس من الناس وبتنصب عليهم، فخلوا بالكم كويس من النقطة دي. بالنسبة بقى للحجز من خلالي، أنا لسه ما بدأتش حجز لغاية الآن، بس إن شاء الله قريب قوي هوفر لكم الخدمة دي وهوفرها بأوفرات حلوة جدا هتعجبكم، فتابعوني أول ما هبدأ حجوزات هعرفكم. عايزة كمان أقول حاجة مهمة، إن أنا كنت نزلت فيديوهات لمجموعة سان رايز، او بمعنى اصح الفنادق اللي سان رايز اخدتها من هاواي، زي سان رايز الورا وسان رايز سولارا. نزلت لهم فيديوهات، هسيبها لكم برضو في الاي فوق، وهسيب لكم لينك الفيديوهات دي في الوصف تحت علشان تقدروا تشوفوها بسهولة. طبعا متبقي من مجموعة هاواي هاواي بارادايس، برضو نزلت له فيديو، اللي حابب يشوفه برضو هو فندق كويس، اللي حابب يشوفه هسيبه لكم برضو في الاي فوق تقدروا تشوفوه بسهولة. طيب يا جماعة، هتلاقوا برضو على القناة فنادق مستوى اقتصادي كتير. طبعا الفنادق اللي انا بتكلم عنها ده، او الفندق اللي بتكلم عنه النهاردة، وفنادق سان رايز وهواي بارادايس، كل دي فنادق فوق المتوسط شوية. في فنادق طبعا اقتصادية كتير في الغردقة، انا كنت نزلتها على القناة، هتلاقوها برضو لو حابين تروحوا الغردقة بسعر اقتصادي، فهتشوفوا الفيديوهات دي برضو هتفيدكم. ولو عايزين تسألوا عن اي فندق تاني انا ما نزلتش عنه، او عايزيني انزل عن اي فندق معين، سيبولي تعليقاتكم وانا هرد عليكم. كمان في فيديو هينزل خاص بفنادق الهاني مون، فبرضو تابعوني علشان تشوفوا الفيديو ده، هيكون مهم ومفيد جدا لكل الناس المقبلة على الجواز وعايزة تطلع بقى شهر عسل، هيفيدكم جدا. كمان هتلاقوا فيديوهات كتير على القناة لفنادق شرم الشيخ ودهب والعين السخنة واسكندرية وكل مكان، أي مكان في مصر عايزين تسألوا عنه عن أي حاجة، أي فنادق مستوى معين، سيبولي تعليقاتكم وأنا متعودة دايما أن برد على كل التعليقات. وطبعا بما انكم هتروحوا الغردقة، فبيكون رحلتكم مش مقتصرة على الفندق بس، الغردقة فيها اماكن كتير قوي حلوة للخروج، وفي اماكن كتير برضو تعملوا فيها انشطة بالنهار، يعني في انشطة بتتعمل بالنهار وفي خروجات بالليل. فانا كنت برضو نزلت فيديو عن اهم حاجات تتعمل في الغردقة، هسيبه لكم في الاي فوق، وهسيب لكم لينك الفيديو في الوصف تحت علشان تقدروا تشوفوه بسهولة. كمان لو عايزيني اعمل لكم فيديو عن الرحلات البحرية في الغردقة، سيبولي برضو تعليقاتكم. كمان في حاجات كتير قوي تتعمل في الغردقة، ما تضيعوش وقتكم كله برضو في الفندق. اطلعوا اعملوا انشطة ورحلات جوه الغردقة، في جزر حلوة جدا، في حاجات كتير حلوة تتعمل واماكن تزوروها، فلازم تعملوا الحاجات دي. عايزه بقى اقول لكم في الاخر ان احنا عندنا في قناه فكره وسفريه بتكلم فيها عن السياحه والسفر، سواء سياحه داخليه او خارجيه، وافضل الرحلات اللي ممكن تعملوها في مصر، سواء بحر احمر او بحر ابيض، وترشيحات الفنادق واهم اماكن الخروج والفسح. فلو حابين تسالوا اي سؤال او تستفسروا عن اي مكان، سيبولي تعليقاتكم وانا هرد عليكم. واهم حاجه ما تكونوش نسيتوا تعملوا لايك وسبسكرايب علشان يوصلكم كل جديدنا. وهستنى رأيكم في الكومنتس، ولو عندكم أي سؤال بخصوص السياحة والسفر سيبولي تعليقاتكم وأنا هرد عليكم. وباي باي.